لو هتيجي حضرتك تبص على ابواب الحرم او ابواب مكة اللي هي مكان الكعبة، الابواب بتاعتها جميعا فيها قرص الشمس. هي مكان الكعبة الابواب بتاعتها جميعا فيها قرص الشمس في البابين هنا وهنا. ده رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك هتيجي تشوف ان الكعبة هي ليه مكسية بلون اسود؟ الله الله الله، طب مش مفروض نكسيها بلون ابيض مبشر مفرح جميل؟ رقم اتنين، ان المكعب حضرتك لما هتيجي تفككه 1 2 3 4 من الاربع جناب نعملهم كده. مش بكلمك فيه مربع ولا مستطيل، لا انا بكلمك كمكعب. المكعب حضرتك لما انت هتيجي تفتح الاربع جناب بتوعه فهينزلوا على هيئه صليب، ولكن مش اي صليب، المعكوس، واحنا عارفينه بتاع مين. طيب لو هتيجي حضرتك نبص على مكان الرجم زمان، هنيجي نشوف اللي هي المكان اللي هو عامل زي المسله، بل هو مسله بس اللي بيدرك يعني وعنده وعي، فهتلاقيه كان موجود. تمام. طيب مؤخرا مع السنين الاخيره بقى فين حضرتك؟ بقى موجود فوق جبل عرفات. بمعنى ان انا بطلع فوق جبل عرفات عشان ايه؟ الناس بتطلع فوق عشان ايه؟ عشان تدعو وتقعد على الجبل المقدس فانت بتقدسه هو. بمعنى اقول لحضرتك المعنى ان لو رجعت الاساس شكل المسله في القدماء المصريين القدامى هتلاقي ان هي رمزا للشمس، فهي رمز الشمس. فاتشال من هنا حط لك هنا عشان انت بقيت انت كده بتعبده هو وانت مش حاسس. الحاجه الثانيه حضرتك برج الساعه المبني مؤخرا من سنين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده حسرة على العباد. حضرتك لو هتيجي تبص على برج الساعه بطريقه او بزاويه مختلفه، البرج نفسه في كام برج موجودين حواليه اصغر منه طولا وعلو، فلو هتيجي تبص عليه بطريقه عاليه شويه من فوق مبني بهندسه معينه تهيأ لك في الباطن انه تمثال يجلس على كرسي. مظبوط؟ ماشي. طب ده هياخدنا ليه؟ هقول لحضرتك ان هو ياخدنا كان البيت الا تشرك بي شيئا فقبلتنا هي الكتاب. محدش يستغرب لان هو ده ديننا الحقيقي. محدش يستغرب لان هو ده ديننا الحقيقي. احنا كنا في غيابة الجب. احنا كنا في ضلال. احنا كنا بنعبد الشيطان. اعوذ بالله. فبجد افيكوا وابصروا، فالقرآن وكتاب الله اللي احنا حاطينه على الرفوف وماشيين على اقاويل واحاديث شيوخ واولياء واسياد ضلال، فهم بيدلوكم معاهم. اقسم بالله العظيم الحرب شديده والمعركه شديده ومحدش فيكم حاسس. احنا عايشين في الطماطم والبطاطس بكام النهارده؟ احنا ده اللي عايشين فيه. حضرتك مش موجود هنا عشان تاكل وتشرب وتتكاثر وتشوف مشاكلك الماديه والشغل. هنا عندي مشاكل فيه ومشاكل مع مراتي وعيالي وبس. لا، هو ده اللي انت المفروض مش مخلوق عشانه ولا متجسد هنا عشانه. زي ما قلت لكم في البدايه، انت هنا مخلوق عشان حملت امانه عظيمه تميزت بيها عن باقي خلق الله. عشان كده هو ميزك، عشان كده الملائكه سجدت لك، وعشان كده الملائكه علمت في البدايه ان في سفك دماء وفي فساد. وانا اقول يا ربي عرفت منين؟ عشان عارفه ان ده هيحمل الامانه. ما مخلوق اني خالق بشر من طين. لا اله الا الله وحده
لا شريك له، وإني بريء مما تشركون.